أحلى متابعين المطبخ الموسمي الشهير. وصفتنا اليوم هي الدجاج بتتبيلة الثوم والكزبرة الناشفة. أتمنى تعجبكم هاي الوصفة، ولا تنسونا من اللايك والشير والاشتراك بين الأهل والأصدقاء. هسه بعد ما حمصناه كثير مليح حطينا عليه الماء والملح وراح نحطها ونتركها إلى أن تنسلق 3/4 السلق. عندنا دجاجة كاملة راح نسلقها 3/4 سلق، يعني ما نسلق كامل، وبعدين راح نتبلها ونحطها بصينية بالفرن. هاي بعد ما انسلقت الدجاجة راح نحط عليها هاي التتبيلة. هاي كركم وملح وكزبرة يابسة وثوم يابس وبصل يابس. أتمنى هاي التتبيلة راح تعجبكم وتنال رضاكم. أتمنى تجربوا لأنها رائعة جدا، طعم يعني مختلف للدجاج. هسه راح بعد ما حطيناها الطبق البايركس راح نبدأ نتبلها. هاي حطينا عليها طماطة من الصفحات حتى شوي ينزل الصلصة مع الطماطة تصير روعة طعمها. راح أشوفكم الشكل النهائي.